السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بتكلم معاكم في موضوع مهم جدا وهو الدوخة. الدوخة ليها 5 أسباب، اسمع ال5 أسباب وأنت تعرف أنهي تخصص تروح تكشف عنده. أول حاجة، لو أنت قاعد وفجأة حصل دوخة، أو أنت واقف وفجأة حصل دوخة، أو أنت قاعد وجيت تقف فجأة حصل دوخة، تروح للقلب وأوعية دموية، خصوصا لو عندك دوالي في الساقين، وكمان لو أنت مريض فوق ال50 سنة، لأن فوق ال50 سنة الضغط بيوطى وأنت جاي تقف. ده أول تخصص. طيب، لو أنت ماشي في الطريق وحصل لك فجأة كده دوخة وعدم اتزان، لو أنت ماشي في الطريق وحصل لك عدم اتزان ودوخة، يبقى أنت كده تروح لمخ وأعصاب، ولأن ممكن يبقى فيه مشكلة في المخ أو في الشريان السباتي. تاني حاجة، لو أنت قاعد وفجأة كده حسيت إن الأوضة بتلف بيك، مش أنت اللي دايخ، لأ الأوضة بتلف بيك، وخصوصا وأنت صاحي من النوم الصبح، يبقى تروح لأنف وأذن، لأن غالبا عندك السبب التهاب في الأذن الداخلية. طيب، سبب تاني، لو أنت عندك دوخة وحاسس بغمام النفس أو حاسة بغمام النفس، وعندك عرق وأطراف باردة، ده غالبا سببه الضغط واطي أو السكر واطي. بس لو في ألم في الصدر يبقى لازم تروح لدكتور قلب وأوعية دموية، لأن غالبا ممكن يكون السبب ضغط واطي زي ما قلنا، أو في مشكلة في شرايين القلب. طيب، في سبب أخير، لو أنت قاعد وفجأة حسيت في زغللة ودوخة وصداع بس قادر تمشي عادي، يبقى تروح لدكتور عيون. هم دول 5 أسباب و5 أنواع الدوخة. شخص حالتك وروح للتخصص اللي أنت عاوزه. دمتم سالمين.